يا مساء الفل. النهارده بقى ان شاء الله كده مع بعض هنحضر شويه لحمه مشويه، حاجه كده اللهم بارك سكره. يعني شويه تتبيله هتعمليها للحمه هتنسي اي تتبيله شفتيها قبل كده. اللحمه معايا زبده، بصوا دايب جدا اللهم بارك، مستوي معايا سوا كهرمان. طبعا التتبيله اللي بعملها بتسوي لي بقى اللحم كده ما شاء الله، بتخليه تحفه. طبعا بقى من غير شوايه ولا فحم ولا دخان ولا اي حاجه من ده كله. نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول. أول حاجة كده معايا الكبة أو الخلاط. معايا كده حوالي 3 حبات من الطماطم، ومعاهم كمان قرنين كده من الشطة السبايسي أو الباردة على حسب ما تحبي. أنا هفرمهم بقى كده في الكبة. طبعا بالنسبة للحمة اللي أنا هعملها حوالي كيلو وربع. هنا بقى معايا يكون كده مصفى. هصفي طبعا الطماطم دي، أنا عايزة العصارة أو المية بتاعتها بس. هجيب بقى الكبة كده مطرح الطماطم زي ما هي، مفيش مشكلة. هنزل بحوالي كده بصلتين كبار، هنعمهم كويس جدا كده، خليهم زي العجينه كده معايا زي الفل. هجيب بقى الملح كده اديهم حوالي نص معلقه صغيره من الملح، وهركنه بقى كده حوالي 5 دقايق ينزل العصاره او الميه بتاعه البصل. هنزل بقى كده برده في قلب المصفى، بصوا الميه كلها بتاعه البصل. طبعا انا عايزه الخلطه بتاعه اللحمه او التتبيله كلها تكون ناعمه جدا، ما تكونش فيها اي قشر طماطم او اي قشر بصل. بعتذر بس لو صوتي في حاجه، يعني تعبانه شويه. معايا هنا بقى عصير ليمون، هنزل كده بحوالي ليمونتين كبار. ومعايا هنا بقى ايه، رشه بسيطه كده من الشطه السوداني. لو انت عايزاه سبايسي، مش عايزاه سبايسي مش هتضيفي شطه خالص. ومعايا هنا حوالي 4 كده او 3 من الحبان. هفتحه وهاخد بس الحب بتاعه، هنقعه كده في قلب التتبيله دي. بيدي ريحه وتست حلوه قوي قوي للتتبيله. ومعايا كمان بقى بشره حلوه كده من جوز الطيب. جوز الطيب ده يعني بشره كده بسيطه، بتدي بجد تست وطعم للمشاوي رهيب. كده معايا زي الفل. انزل بقى كده بالبهار من كل حاجه كده حوالي نص معلقه صغيره توم باودر، بهارات لحمه، فلفل اسمر، بهار مشكل، بس كده مش اكتر. ومعايا هنا دبس الرمان، هحط حوالي معلقتين كبار من دبس الرمان. ولو مش متوفر عندك دبس الرمان هتحطي معلقه كبيره من العسل الاسود. ونزلت كمان بمعلقه صغيره من السكر. ومعايا هنا بقى معلقه كبيره كده من الخل. طبعا مش هحط ملح دلوقتي خالص. هقلب بقى تتبيله السكره بتاعتنا دي كلها كده مع بعض. معايا بقى هنا اللحمه. بالنسبه بقى لقطعيه اللحمه، طبعا انا مطلعاها من الفريزر يعني فكت معايا. دي بقى من قطعيه الفيليتو او قطعيه بيت الكلاوي. تمام، هي بتبقى شرايح كده جميله جدا. دي اصلا مخصصه للشوي، ما بتاخدش تسويه خالص ولحمتها طريه جدا. هي القطعيه دي اسمها من بيت الكلاوي او عرق الفيليتو. هنا بقى نستخدم ايدينا بقى كده ايه في تتبيله اللحمه. امسك كده شريحه شريحه ادعكها كويس جدا بالتتبيله. طبعا بقى لو عملتيها قبلها بيوم طبعا بتبقى افضل بكتير جدا في المشاوي، انك تبيتي كده اللحمه او الدواجن عامه في قلب التتبيله. طيب لو مستعجله عادي خالص، انا كنت عاملاها بالنهار وشويتها اخر النهار. كانت اللهم بارك سكر، يعني عدى عليها حوالي 3 ساعات مش اكتر. هغطيها بقى كده واسيبها في التلاجة ترتاح. معايا هنا بقى كده يا بنات عدى عليها حوالي 3 ساعات. اللهم بارك. عايزه اقول لكم ريحه التتبيله خرافه. نزلت بقى كده بالملح. الملح بحطه عند الشوي على طول، حوالي نص معلقه كبيره وخلاص على كده. معايا هنا بقى الصاج او الصينيه اللي هعمل فيها، وممكن الصاج بتاع الفرن نفسه. انا كنت عملته معاكم قبل كده في قلب الصاج بتاع الفرن عامه. بدهن بقى دهنه حلوه كده من الزيت، وارص بقى كده اللحمه بتاعتي كده العسوله دي بالتتبيله بقى بتاعتها كده. طبعا هيفيد شويه صوص كده في الطبق، مش هرميهم طبعا. انا كل شويه لما اللحمه احس ان هي ما تنشف معايا اضيف لها الصوص ده. احط بقى الصاج كده على شبكه الفرن في الرف الاوسط، مسخنه الفرن كويس جدا على درجه حراره 200، نص ساعه كده بالظبط، واطل عليها. لو عايزه تتقلب هقلبها على الوجه التاني. هنا بقى كده نعمل شويه سلطه طحينه. معايا كوبايه من الطحينه الخام، فص واحد توم، وكمان نص كوبايه من اللبن او كوبايه صغيره من الزبادي لو موجوده، سواء لبن او زبادي. ومعايا طبعا حوالي نص كوبايه من الميه الدافيه. هقلبهم كويس جدا. لو حسيت ان هي محتاجه ميه تاني او لبن هديها لحد ما قوامها كده يبقى معايا مظبوط.
باللبن على فكره بتبقى حلوه قوي زي الزبادي بالظبط، مش هتفرق كتير يعني. معايا هنا عصره ليمونه، رشه كمون، رشه فلفل اسمر، معلقه صغيره من الخل، وكمان رشه ملح كده على حسب طبعا الكميه اللي انت عاملاها. كده معايا اللهم بارك شويه سلطه طحينه زي العسل. طبعا بقى حضرت طبق كبير سلطه خضار، بس هحطها في التلاجة عشان يسقع بقى، الجو حر وكده. بصوا بقى ما شاء الله زي العسل، هحطها بقى في التلاجة جنب سلطه الخضار. هنا بقى زينتها كده بشويه كده من الكمون، ورشه كده من البهار المشكل، وكمان رشه من البابريكا او الشطه على حسب ما تحبي يعني. هنا بقى في الحته دي كان نفسي قوي اصور لكم المقطع بتاع الفرن في اللحمه، بس للاسف في الوقت ده كنت تعبت، وقفت التصوير وتعبت جدا في اليوم ده. الحمد لله. بصوا يا بنات، بالظبط اخدت معايا ساعه وربع في الفرن، ساعه وربع بالظبط. نص ساعه كده طليت عليها، لقيتها ما شاء الله اخدت لون كده حلو، قلبتها على الوجه التاني، وشويه التتبيله اللي فاضوا مني رحت جايه ضايفاهم كده على وش اللحمه من فوق، وسبتها اخدت لون كمان على الوجه التاني. مش قادره اوصف لكم طعمها وريحتها عامله ازاي، في منتهى الجمال. اتمنى طبعا تجربوها بقى. طبعا في الاعياد كل سنه وانتم طيبين، بقى العيد داخل علينا. طبعا بقى عايز كل يوم كده تغيير واصناف مختلفه. جربوا ان شاء الله، التتبيله دي هتعجبكم جدا جدا، مع شرائح بقى بصل كده وشرائح ليمون، شويه بقدونس. وهنا بقى كنت ولعت في حمايه كده صغيره، طبعا هحطها كده على ورق السلوفان مع نقطتين اتنين كده من الزيت، تدخن بقى كده معايا، واروح جايه على طول كاتماها بالورق الفويل. الخطوه دي اختياري، لو مش عايزه تعمليها مفيش مشكله يعني براحتك. دي بس كأنك فعلا شويها على الفحم. بالظبط 5 دقايق بتكون الفحمية كده خلاص خلصت معايا، بشيلها. خلاص كده يا بنات، عدى لها كده بالظبط حوالي 5 دقايق، حاجة كده اللهم بارك زي العسل. ايه رأيكم؟ واخده لون حلو قوي على فكرة. اللون اللي ورا محمر ده مش محروق خالص، ده لون محمر جدا، بس مش عارفة اضاءة الكاميرا جايباها عاملة كده ليه. بصوا معايا اللحمة عاملة ازاي، زبداية كده معايا ما شاء الله، كهرمان مش مستحمله كده، دايبه جدا. واهم حاجه في الشوي قطعيه اللحمه لازم تجيبيها من بيت الكلوه او بيت الكلاوي زي ما بيقولوا يعني، والعرق الفليتو. طبعا يا بنات سايبه لكم التتبيله في صندوق الوصف على القناه على اليوتيوب، وكمان مثبته في اول التعليقات على صفحتي على الفيسبوك. وكل سنه وانتم طيبين. اتمنى طبعا الوصفه تكون عجبتكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في حفظ الرحمن. سلام عليكم.